أعرفكم جميعا إن السجن سور، وأعرفكم جميعا إن الفكرة نور، وعمر النور ما يعجز يقطع 1000 سور، وعمر السور ما يقدر يعجز بنت حور. انتقلنا من قسم أول المنصورة إلى سجن جمصة. وانت رحت في سجن جمصة من الدفعات الأولى في سجن جمصة، واللي كان بيقال عنه أيامها أساطير، ده فندق، ده سجن حلو جدا، ده فيه سراير. واحكي لنا سجن جمصة كان عامل استقبلوكم ازاي كانت التشريفة بالمعنى الأصح؟ والله يعني هو بس معلومات صح، ما كانش في سراير بس مش مهم لانه كانوا جايبين لنا بتخش بتدخل مراتب السفنج عادي، فدي بالنسبه لي كان ابجريد يعني مهول. والله احنا رحنا يعني كان ضابط يعني تحس ان هو يمتاز بنوع من الثقافه والهدوء والرسيان ازيك يا شباب الحمد لله على السلامه، سايبين الاسم يعني كله شتايم. في حاجات مخالفات معاكم او كده؟ مخالفات؟ لا مش عارفين يعني مخالفات اصلا. انتوا جايين السجن يعني ما ينفعش دخل حاجه حاده بتاع عشان ما حدش يأذي بعض. احنا هنمشي النظام هنا. انا بعتمد ان احنا لازم ان احنا نريح بعض، انا مش جاي اضايقكم، انتوا اللي فيكم مكفيكم، فتخشوا الدنيا بسيطه، محتاجين اي حاجه شوفوا ايه اللي ناقصكم بتاع. هو احنا مستغربين هو احنا جايين انتوا كده جايين فتره تحقيق فانت مش مدان بالنسبه لي. قلنا له تمام، واحنا في الاسم كنا مدانين ولا ايه؟ المهم فالاستقبال كان كويس جدا يعني، وكان راقي محترم. دخلنا الزنازه طبعا ما كانش في اي امكانيات بس كانت نظيفه، حمام سخن وساقع، حمامين مش حمام واحد، الزنزانه كبيره طبعا. فيها كام بني ادم؟ احنا كنا قاعدين فيها 20 وبعد كده بقت 18. انا عايز اقول لك 20 دي بس فنج بتمشي تقلب عليها كده. انا كنت برضو بقى مسيف عادي في الاول، كنت قعدت سيف خلاص بقى 3 شهور بتسيف. طبعا في الاول نمنا على بطاطين لحد ما هو الكلام ده خد وقت يعني شهرين كده، بعدين تبدا تتكلم معاه بس بطاطين فوق بعض وتنام. بعد كده دخلنا السوينج يعني. فالسجن كان اولا نظيف جدا، كنا 3 زنازين واغلبيتها كان من المنصوره، بعد كده جدوا موايطه الشراقوه، جه ناس من القاهره يعني. بعد كده وصلنا كنا 3 زنازين وكان معانا شويه جنائين كده في اطراف من العنبر، وكمان يعني السجن مميز جدا، في 3 ادوار ومقفول كل يعني ربع فيه ساحه. فكان هو مساعد، سجن نظيف ومساعد. فهو قال لنا لا الكلام ده مش هينفع، ما ينفعش تقعدوا مع جنائيين. قام نقلنا انت في زنزانه 3 عنبر 3 لسه فاكر، هتاخدوا حياتكم تروحوا عنبر 1 الزنزانه بتاعتك تفرش فيها تاني. ومشينا في السجن كده كل يشيل حاجته وتروح تاخد نفس الزنزانه. فنقل عنبر 1 سياسي، ده اللي طلع عليه بقى الايه، لان هو كان عايز يبعدنا عن الجنائيين عشان امتيازات، لو هتاخد امتيازات تبقى بعيده عن الجنائيين. بعد كده بقى في مسير اللي هو بيجيب لك الحاجات مننا، الاداره مننا، عملنا ملاعب طايره وكوره حاجه زي الفل. كم استمرت الفتره في سجن؟ سنه بالظبط يعني. قعدت فتره لو هنطرح ال3 شهور من يعني مثلا من ابريل 2014 لابريل بعديها السنه الجايه. لا هو يعني هو مش سنه بالظبط، لان انا اتحكمت في 19/1 اترحلت في شهر 2 يعني قرابه 8 اشهر 10 اشهر عفوا في سجن جمصة. سجن جمصة مين ابرز الناس اللي انت قعدت معاهم في سجن جمصة؟ صحابك اللي مش قادر تنساهم، وقول لي موقف حصل في سجن جمصة مش قادر تنساه. هو بص يعني انا مش قادر اتذكر مواقف علقت معايا قوي اكتر من الروح كانت جميله يعني انا كنت حاسس ان انا مش، ودي في فرق كبير جدا. ممكن يعني حد من المنصوره يكون عنده الفرق ده، ان انا كنت ناس كتير من المنصوره انا كنت عارفهم كانوا معانا في السجن، فانا كنت بشوف اهاليهم في الزياره، هم معايا في الزياره، فانا كنتش حاسس ان انا بعيد قوي. وبعدين فكره ان ليك معارف ممسوكه بتحسسك بنوع من بيسموها ايه، خلينا نقول نوع من المؤازره، لان انت مش لوحدك، سوليداريتي. في ناس كتير بنفس الاهتمامات ونفس الفكره ونفس الغايه، يعني بلدنا تبقى احسن. كانوا معاك وكانوا كلهم شباب زي الفل، وشباب يعني جيراني وكليات قمه وكليات، عشان بس ما نتكلمش على كليات القمه وكده، ما بحبش الكلام الموضوع ده، لكن ناس متعلمه وفاهمه، مش يعني مجرمين زي ما احنا بنقول او بيقولوا علينا ارهابيين يعني. صحيح.
فلا الجو كان عام راقي، كنا مستفيد من بعض يعني. يعني. اغلب الفئات اللي كانت موجوده طلبه، هل الناس كان عندنا عادية؟ طلبه وخريجين ومتجوزين. دول ما بتعتبرهمش مع دي الفئه لوحدهم متجوزين دول؟ هو انا بحطهم في خانه لوحدهم صحيح. آه. لان انا بعتبر ان المتجوز في السجن معاناته مش زيي صحيح، كواحد مش برا. متجوز طبعا. لا يعني فكره الاباء والابوه ومشاكل الاولاد، انا كنت بحب اسمع للناس الكبيره. فاكيد طبعا انا شايف ان لا اصعب. احنا كنا كشباب صغار ما بنفكرش غير في نفسينا. ايوه يعني هو يعني مش هنقلل من معاناتنا. صحيح. لكن الحق ان احنا نقول ان المتجوز في السجن وعنده عيله بيفكر في العيله، اكيد بيفكر فيهم. غير انت بتفكر في اختي وكده، انا يعني مع السلامه، انا ممكن اروح في يعني في اي مشكله يعني عادي في اي داهيه. بس هو اولاده هو مسؤول عنهم، انت مسؤول عن عيله. صحيح. لا في فرق. فانا حاطط الناس خانات يعني. عشان انا كنت احب اقدر كل واحد بمعاناته يعني. زعقت يا أمتي في سائر الأزمان، الظلم يوم لو حكم والحق يوم لو هان، يحرم عليك المطر والفي والعمران. قعدت في سجن جمصة لمدة 10 أشهر. بعد كده انتقلت إلى سجن وادي النطرون، ملحق وادي النطرون. في الوقت ده أنت إمتى تمت محاكمتك؟ أنت قلت في يناير. اتحاكمت في يناير 2015. 19 يناير اتحاكمنا. قرار جالنا 10 سنين حكم 10 سنين. انا كنت متهم الاول فخدت على 10. دكتور محمد واسلام خدوا 7 ايام، كل واحد 7. كنتوا 3 بس في القضيه. طيب بعدها تم ترحيلكم للسجن اللي تم اعتمادكم فيه، اللي هو بلغه السجون في مصر الاعتماد ده السجن اللي بتقضي فيه فتره الحكم بتاعتك. في يوم المحكمه ويوم الحكم عليك، هل انت سمعت القاضي وهو بيقول 10 سنين ولا؟ لا طبعا يعني هو جاي قرار، كان حصل مشكله في قضيه قبلنا ب5 شهور تقريبا، فمنعوا ان تنزل يوم النطق. تسمعه في الاسم بيجي لك كده، اهلك يجوا يقولوا لك خدت كذا. وده اعتقد ان هو ضد القانون يعني، حاجه مش قانونيه في الاساس. انا كنت احب اسمعه من القاضي بصراحه يعني، لكن دي برضه انتوا حرمت منها يعني 10 سنين. فجات لنا كده بقى اهلنا جولوا زياره. طبعا انت حتى مش عارف تواسيهم ولا تثبتهم. انت سمعت القرار من اهلك ولا؟ من اهلي. جولوا الزياره بعدها وعرفنا بقى. كيف كانت حاله الاهل هم بلغوك 10 سنوات؟ هو متفاوته طبعا. وانت عمرك وقتها 23 سنه. الام محمد الله يرحمها يعني ماتت بعد فتره بعد ما طلعنا الحمد لله يعني، بس كانت مريضه. وغير اهل الاسلام طبعا اللي هم يعني بعيدين كل البعد عن اي حاجه. فلا تفاوتت يعني، في ناس كانت حزينه يعني. الحمد لله امي كانت ثابته شويه يعني، لكن انا محمد كان والده الحمد لله يعني نص نص يعني، الدنيا كانت تمام. فلا هو طبعا الموضوع متفاوت، موضوع يعني حزين. انت بتبقى طبعا مستعد. انا برضو حاسس ان انا خدت يعني صدمه بشكل ما، اللي هو مع ان انا اصلا كنت مرتب ان انا هقعد، بس في فرق مترتب وفي فرق ما يجي من انك تاخد الصدمه بتاعت 10 سنوات. وانت وقتها عمرك كان 23 سنه لما لما اصدر الحكم عليك، لكن لما اعتقلت كان عندك 22 سنه. بعيدا عن هذا الامر، انتقلت انت من بعد وادي النطرون، من بعد الجمصه الى وادي النطرون. استقبلوك ازاي في وادي النطرون؟ شخص محكوم لابس ازرق ورايح على سجن هو الاكبر في مصر من حيث المساحه بيتهيألي. هو عدد من السجون، اكبر مجمع سجون. نعم. ويقال انه ثاني اكبر سجن في افريقيا بيتهيألي، او هو اكبر سجن. والله انا راجل محلي فكنت عارف الاوضاع يعني. هو اكبر مجمع سجون كتعداد عدد السجون، لكن اكبر مساحه اعتقد برج العرب يعني دي المعلومات. برج العرب فيه 30 عنبر. لكن هو سجن واحد، اما الثاني فيه 430 440. الملحق بتاعنا واحد. في 2 صحراوي اللي كان محبوس فيه دكتور مرسي ايام الثوره الله يرحمه، ده بره يعني السجن بس هو محسوب عليه. فهو مجمع سجون، كان مجمع سجون اكبر طبعا ضخم يعني. الاستقبال ده كان اخر حاجه ممكن اتوقعها، لان انا لما نزلت من الترحيل وبصيت شفت المنظر اللي هو الصفين ده بقى فانتج كده، حاسس ان انا رحت الخمسينات حقيقي. الغريب جدا عشان يكون الموضوع اوقع يعني. الستينات مش هتفرق كتير يعني، هي نفس السيستم. الفيلم بريء يعني، تشوفوا حاجه وتعيشوا حاجه.
كان في ضباط وامانه كانوا دايما يقولوا لنا واحنا ماشيين في الترحيل مش فاهمين معلش معلش ايه يا جماعه. احنا طبعا كنا ماشيين بقى اللي هو ايه عيال هاي بقى جامعه فكره تطول شعرك اصلا انت لسه ما دخلتش المعسكر الاعتقال. انتوا في جامعه سكتوا شعركم؟ في الاسم. انت رايح معسكر اعتقال بمعنى اصح. صحابكم كان في جماعه نزلوا قبلنا في سجن واحد فتقريبا اتشرفوا دي يعني خدوا تشريف عظيم. خلوا بالكم. فهو امين شرطه شكله متعاطف معانا يعني وده موجود في السجن يعني احنا شباب وكده. فانا يا عم فين انا بقى ومحمد كنا ماشيين بصدرنا وحد يقدر يعمل حاجه. طبعا بتخش بتتفتش. انا طبعا الحاجه كانت مسافره فراحت جابت لي هدوم نظيفه جدا ونوت واقلام يعني علي عزت بوجوفيتش راح يتحبس مش عبد الله. فانا واخد 10 سنين فايام كانت مظبطاني بصراحه. الكوم دي كلها اتاخدت والنوت اتاخدت الحمد لله. بس فانا داخل حتى يعني دخلنا طبعا الايراد ده مكان بتخشه لتهيئتك بقى. جنيه بيخشوا مثلا بيبقوا مخبيين حاجات بتاع بتقعد فيه مثلا 10 ايام. احنا الحمد لله قعدنا 9. في ناس بتقعد 20 في ناس قعدت شهر. طبعا كانوا قالوا لنا انتوا هتزحفوا وهتعملوا. قلنا لهم على جثتنا انا دكتور محمد. وفي طبعا ايه كان في كلام ان انت يعني لا مؤاخذه تعمل حمام. صحيح. ده نمط بيتم اعتماده في سجون الإيراد او في غرف الإيراد في السجون العموميه. هي نمطين. النمط الاولاني عشان يكسرك او السبب الاولاني عشان يكسرك كنوع ان انت بيستبيح كل حاجه فيك. احنا في حلقه سابقه مع احمد عبد الحليم تحدث عن موضوع استباحه الجسد. شفتها حلقه كويسه. وانه الجسد بيكون خلاص انت توصل ان انت حتى اقصى درجات الخصوصيه في جسدك هو الاخراج واشياء اخرى. انت بيستبيح هذا الامر وبتعمل الموضوع ده قدامه. الموضوع الثاني هو انه بيحاول يخرج كل ما في جسمك عشان ينسيك الحياه اللي كانت قبل كده حتى منها الفضلات اللي بتكون في بطنك. ففعلا هذا الامر متبع بشكل كبير في السجون العموميه في مصر في مرحله الايراد. الايراد دي هي السجون الاوليه او الزنازين الاوليه اللي بتخشها في السجن. هو هي الفكره في نفسها ان هو كسره في انت ممكن تعمل حمام في الحمام. لا هو انت اللي تعمله قدامه في الساحه استباحه. الاصل ان هو مش الكلام ده مش للسياسي. فاحنا كنا فاهمين لان الجنائي كانوا فاهميننا ان الجنائي في حاجه اسمها بيأمبل حاجه او بيخزن يعني بيخزن حاجه جواه يعني بيهرب بيها. احنا في حلقه قادمه باذن الله هنعملها عن المصطلحات يعني مش عايز اخش فيها قوي. فالأنبلة هي انك تحط الحاجه من تحت في جسمك وتدخلها وبتخزنها وبعد كده في ناس بتخش جوه السجن تطلعها وتستعملها عادي. فقلنا لهم لا ده طبعا على جثتنا. طبعا احنا منهارين ومدمرين اصلا مش فايقين يعني انت اصلا بتفقد التركيز اصلا. بس لا يعني في حدود كده كنت انا ومحمد بنوقف لا مش هينفع يعني هيحصل لي ايه اعملوا انت عايزين. فهم مش هيحصل اكتر من اول ما قلنا كده لقيناهم مشيهم اللي هو خلاص يا عم خدهم على جنب. يعني هو كان باختبار تيست تشوفك هتتنازل ولا لا. فطول ما انت بتنازل هو بياخد. دخلنا حلقنا طبعا 0. انت حلقت 0 0. انت بتنتقم من الحلقات فان شاء الله سايب شعرك طويل. انا طبيعي بطول شعري. فده سبب ان محمد بعت لي رساله دخلونا جزأونا يعني. كان معانا ناس تانية فكنا حوالي 7. فبعت لنا رساله من حاجات لان محمد دايما كان يحب ان هو يهتم بالحاجات النفسيه وكده. فبعت طبعا يقول معلش احنا كنا 7 فما قدرناش. الموضوع كان كبير تقريبا يعني لو كنا 2 3 4 زياده كنا ممكن نضرب الجيش ده مثلا او ندافع عن نفسنا. فيعني بس هو عايز يصبرنا يعني. بيقول لك معلش على شعرك يا عبد الله انا عارف انت بتحب تطول شعرك فمعلش وبتاع. هي طبعا الرساله كانت بالنسبه لي دفعه جامده ان احنا لسه مكملين عندنا طاقه لسه. فانا اتبسطت. انا كنت اصلا عارف ازاي انا بهزر مع الناس بنتريق على اللي احنا حصل لنا. كان معايا شوقي حبيبي في الرحله دي. الغريب بقى ان محمود مشي رجعوه بس بعد ما اتضرب اللي هو كان سنه تحت السن. فدخل رئيس المباحث قال له انت لسه ما جبتش السن هتمشي. قال له يا باشا انا مش عايز امشي انا عايز اقعد. قال له لا انت هتروح منصوره كمل سن وتيجي وبعدين تدريب تاني. النوتة اللي بقول لك عليها دي
اتضرب عليها ضرب يعني انا كنت ندمان طبعا، وشي في الارض. عبد الله ناصر مين بقى؟ خلاص عبد الله ناصر من الماضي دلوقتي. عبد الله ناصر على البوابه لسه. فالنوتة دي طبعا برضه ايه ده انت بطل بقى، تعالى يا بطل. بس يعني هو كلنا اتضربنا يعني، فمش فارقه كتير. الجميل في الموضوع ان انا لما تعمل مقارنات احيانا الدنيا بتبقى بتوضح. كول احسن، بتوضح. لان احنا عرفنا القضيه اللي كانت موجوده خلينا لقيناها كانت قضايا من القاهره، وقضيه عبد الرحمن جندو وايمن علي موسى. ربنا يفك اسره يا رب، وجميع اللي في القضيه دي. دول اتضربوا بسلاك كهرباء بعد ما قعدت من الجندي وايمن. التشريفه بتاعتنا كانت نوع من الايه، لا هم كده كانوا مهديين معانا. ف يعني الكلام ده وقف طبعا بعد سنه في وادي النطرون. بعد كده ما الدنيا مشت وعملنا اضرابات ونضل لمده 9 شهور. كان السجن بيسموه السجن المقفول. فاحنا فتحناه بقى سجن مفتوح، اللي هو ايه، لا في قرار للسياسي ممكن يدخل حاجات، يتفاوض مباحث. سجن مقفول يعني انت ما تفتحش بقك. اذا الانتفاضات اللي بتحصل جوه السجون بتكون غرضها فتح السجن. فتح السجن بمعنى ان الناس تعيش حياه ادميه جوه السجن. ان هو يعيش، لا ان هو يعيش صحيح، مش حياه ادميه، ان هو يعيش. احنا كنا بنطلع زياره 5 دقايق ايام ما كنا في الملحق ده. انا كنت مسميه سجن ابو غريب. التدريد بتاعك 40 45 دقيقه. التدريد ده اللي هو بتعمل فيه ايه؟ تطلع للشمس. تمام. بس تلف في ساعه كده في الشمس. بس كانش في كوره لسه ولا اي حاجه ولا رياضه ولا تخش. انت اصلا يا دوب تبص على الشمس، بصيت على الشمس تعالى. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، تخيل انك بتزور اهلك كل اسبوع او اسبوعين. في ناس بتزور كل شهر، وبتشوف اهلك 5 دقايق او ربع ساعه بالظبط، وبتطلع كل يوم من الزنزانه الضيقه اللي انت قاعد فيها، المساحه الصغيره ما فيهاش اي نوع من الخصوصيه. بتشوف الشمس لمده 45 دقيقه بس في اليوم. في ناس بقى لها 10 سنين بيحصل معاها نفس الكلام ده او اسوء. وفي ناس ما بتطلعش اصلا ما بتطلعش الساحه فيها شمس. دول الناس المحبوسين انفرادي من 10 سنوات. تأديب انفرادي. نعم. دواعي، في حاجه اسمها والدواعي الامنيه، اللي هي الدواعي دي الزنازين اللي بيسموها عنبر التشكيلات بيتهيألي جوه السجن. لا اسامي كتير يعني. هو كل سجن كل مكان ليه تسميه، بس هي بتقرب يعني. اما هو دواعي ده الرسمي صحيح، او المتعارف عليه دواعي. طيب انت دخلت وادي النطرون، قعدت هناك قد ايه في الوادي؟ انا قعدت لغايه ما نقعد نتقابل في يعني في كام 17 اخر 17 كده. بس كنت بروح واجي يعني. بدات اترحل للمنصوره في 16. ليه؟ كنت بعمل استشكالات. الاستشكال ده يعني حاجه قانونيه مش ما فيهاش غرض، بس ان انا بستشكل ان في جديد في القضيه والقاضي ما بصش عليه. بس هو الغرض كان ان انا انزل اقعد في المنصوره. لان سجن المنصوره كان السجن الوحيد في السجون اللي رحتها كان فيه سراير، وكان فيه ناس اعرفها، وكان جنب البيت. فدي امتيازات. توفر على اهلك شويه في يعني هم بيمشوا بالعربيه كده بيبقوا في السجن. فبس وبدات ان انا اخش الامتحانات من اخر 2015، لان انا اترفضت ايام ما كنت تحقيق. لما شافوا الملف بتاعي كنت راح سجن طنطا، ورئيس المباحث قال مش هاخد الملف ده. انا مش فاهم ليه، بس رجعت. والشوف يضيع في العمى والضلمه والاحزان، والخوف يطيح في البشر من قسوه السجان. الناس تخاف بعضها وتخوف السلطان. فاصل بسيط هنا في الامتحانات داخل السجن. وانا اشتغلت على هذا الموضوع يعني بشكل بحثي، لكن واخدت شهادات ناس. انت كنت في كليه الحاسبات والمعلومات، وهي كليه عمليه، فمحتاج ان انت على الاقل يكون عندك سكاشن، يكون عندك يعني بالمعنى الاصح محتاج كمبيوتر. طبعا الكلام ده ما كانش موجود عندك في السجن خالص، لكن انت خضت تجربه الامتحانات من جوه السجن. كيف كانت هذه التجربه؟ هي تجربه قاسيه شويه، لان انا ما كنتش مسموح لي اخش مواد عمليه كتير. يعني الاداره مع الوقت بداوا يتفهموا. في الاول كانوا رافضين لدرجه ان اتقال لامي ما يحاول بيزنس. لكن بعد كده الاداره بالعميده، وكان في ناس في الشغل اتعاطفوا معايا، خصوصا طلبه اصحابي اتكلموا كتير في الموضوع. ففتحوا لي مواد، بقيت اخد مواد معينه ومواد لا. ده عمليه المفروض تنزل تمتحن. المذاكره طبعا يعني كان شيء ان انا يعني كويس ان انا بعدي. يعني في مواد انا ما عرفتش اعديها اصلا، لان انا يعني صعبه جدا. فالناس مثلا كانت تعمل لي ملخصات، ممكن اعرف المنهج اكتر بتاع. الموضوع طبعا كان مرهق جدا.
لكن يعني انا حاولت قدر الامكان ان انا احاول اظبط الحته دي. الفكره بقى في المناخ تاني، ان انت بتخش طنطا مناخ اصلا لا يساعد على المذاكره. يعني في ناس كانت بتمتحن مثلا في فطوره فيذاكروا في وادي النطرون فيروحوا يمتحنوا في فطوره. انا كنت اروح مثلا قبلها مثلا 3-4 اسابيع قبله، ممكن تقعد بعد شويه الامتحانات، فانت لازم تذاكر شويه دول برضه. صحيح. لا يعني الدنيا كانت مش لطيفه. لكن انت امتحنت كم امتحان؟ لا كتير يعني. انا من اقول مثلا الترم الثاني 2015 لحد اعتقد رحت مره في 2018 في اولها ما امتحنتش، لان السجن كانت قفلوا وعملت مشكله منعوا الامتحانات وراح له منعوك من حقك في الامتحانات. لكن بس كان السجن سيء جدا وحصل مشكله وكده، فالضابط قال لي خليك في حالك وبتاع. فاتاري بيطرقني وطرقني بقى من السجن يعني مشاني انه ما ينفعش تكمل اساسا من الامتحانات. هل انت كليه عمليه، هل رحت الجامعه قبل كده؟ طبعا قدمت على الموضوع ده، هم كانوا بيرفضوا في الاول. وافقوا لو اتذكر كان 16 او 17 اعتقد اخر 16 اخر 16 امتحنت 3 مواد. ده مشهد لوحده. انت رحت لابس ازرق على بقى على جامعه طنطا، ورحت في عربيه ترحيلات من الزرقاء الكبيره ومعاك تامين، ودخلت على الجامعه. انت بالامس القريب من عده سنوات قبلها كنت بتروح هذه الجامعه كطالب لابس مدني عادي، تخش الجامعه ليك زمايل وبتروح الكافيتيريا وبتقعد زيك زي اي طالب موجود في جامعه طنطا اللي هي نروح نفطر واحده كبرى جامعات مصر يعني. احكي لي الفرق والمشهد وانت داخل متكلبش وداخل جامعتك تمتحن. هو العربيه الترحيلات مبدئيا ما رضوش يدخلوها جوه الجامعه. فمشينا. دي كانت من المميزات. ليه؟ لان انا حبيت ان انا ابقى بتمشى في الجامعه. افتكرت بقى الذكريات، احنا هنا لينا ذكرى هنا. فمشينا مسافه طويله. المشكله ان التشكيل الامني كان كبير جدا، فانت بتمشي الناس واخده بالها انت مين ده منطقي. فناس فكروني على حاجه مهمه، فالناس كانت تيجي مثلا تبص من بعيد كده ولابس ازرق ومكتوب عليها نزيل من ورا. ماشي بقى. انا نفسي يعني بصيت له قلت له مش تشكيل كبير شويه؟ قال يا عم انت راجل مهم بالنسبه لنا. فانا قلت يعني انا مفكرين مثلا كنت وزير ولا حاجه مع يعني كتير جدا، التامين كان كبير جدا. ففي ناس تتخض، في ناس عندها كده. لكن انا بالنسبه لي ده كان شعور حلو، ان انا بدات اشوف ناس شبهي طلبه من سني وكده. بس ما حسيتش بالحزن بالمعنى الاصح ان انت ما عرفتش تكمل حياتك العاديه جوه الجامعه كطالب؟ يعني انا الفكره المركزيه عندي هي ان البلد وصلت لحاله اسوأ من عبد الله فيها. يعني انا كنت دايما بفكر في الجامعه ان انا ان شاء الله قادر ان انا اتخرج من الجامعه عشان ما يحصلش ضغط نفسي، مع ان كان انا مسببه الجامعه كانت مسببه لي ضغط نفسي كبير، يعني انا عايز اخلص عشان مستقبلي. لكن مش دي النقطه اللي كنت دايما بفكر فيها عشان ما تتعبنيش، يعني شغل نفسي عكسي كده بستخدمه. لكن بالعكس انا كنت مبسوط ان انا ممكن تيجي فرصه اشوف زمايلي. التقيت بحد وانت ماشي؟ انا في واحد صاحب شفته هناك اتصل على زمايلي جم بقى اللي هو دخلوا، انا ما كنتش متوقع يعني ناس عاديين المفروض يخاف مثلا احنا عايزين نشوفه. دخلوا كنت انا بتاع في اوضه المعمل. خلاص يا جماعه، فضابط قال لهم يقعدوا معايا يجي نص ساعه بعد الامتحانات يعني. فلا هو الهدف كنت ده بتكلبش وانت بتمتحن ولا كنت عادي؟ لا انا لما دخلت اول ما دخلت مبنى الجامعه فكوا الكلبش، بس لو انا ماشي بره كنت مكلبش. لا فكيني طبعا الكلبش بس تامين بقى من اول قدام. يعني انا كانت داخله المعيده وقفت كده اتخضت لان هي داخله لقت آلي، فانا اللي زعقت مع العسكري لان انا عارف الفرق. هي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. هي عارفه عبد الله بس مش في وشها. قلت له يا عم تبعد كده، وناديت على الضابط قال له يا ابني انت حمار، دول ناس وسع البتاع ده زق يمين. فطلعوا بره الباب شويه، اما في جوه المعمل كان فيه حرس طبعا. ابعدوا عني بعد اذنك مش عارف ايه. ودخلت هي اول سؤال سالتني عشان انا حسيت بقى بالفرق. بتقول لي انت مش عارف ايه في الماده، فبتسالني في الماده النقطه العمليه كده امتحنك فيها. يعني هي بتسالني امتحنك في ايه، فقلت لها لا انا ممكن البيزك امشي معاكي يعني سيبك من الديب ده. فهي اللي هو انا عايز اسالك سؤال، هو كان معاك يعني ما
قلت لها لا. تسالك انك معاك جوه السجن. قلت لها لا. قالت لي ولا موبايل. طبعا ده انا بالنسبه لواحد في حاسبات، امال انت بتعمل ايه؟ بتذاكر ازاي؟ خصوصا ان الماده محتاجه برامج معينه، يعني في مواد ممكن تذاكرها على الورق زي البرمجه وكده، ممكن تمشي على الورق لكن مش دي. فقلت لها لا حقيقه. هي اتصدمت. فالامتحان مش يعني مش هقول لي بعده مش بس من الحاجات اللي ضحكتني الضابط بيقول لي يا ابني انت ايه اللي نزلك المظاهرات؟ وطبعا راح اللف في الكانتين وشاف الطلبه وكده، بيقول لي الجامعه بتاعتكم حلوه قوي فيها بنات حلوه، انت ماشي في المظاهرات ضيع وقتك ليه يا ابني؟ شباب زي بعض فاهمين. خريج شرطه كليه ايه ده يا ابني؟ انا مش عايز اطلع من الجامعه. بيقول لي انا مش عايز امشي من الجامعه، انا اصلا انا هاجي معاك كل مره. ماشي ايه الكيل كده؟ قلت له يا باشا عشان مصر. قال لي يا عم ما تولع مصر. قلت له يا باشا تمام تولع مصر، هي مصر ولعه اصلا يعني. عوده الى سجن وادي النطرون، لو قلت لك انه ازاي كان شكل الزنزانه في سجن وادي النطرون وكنت بتعمل ايه يوميا؟ يعني انت قعدت فيها فتره طويله جدا، قرابه 3 سنين في سجن وادي النطرون، وكنت بتخرج شويه وتروح سجون اخرى كنوع من انواع يعني التغيير، سواء استشكال او امتحانات او غيره. كيف كانت الحياه في سجن وادي النطرون؟ يومك كان بيبدا ازاي؟ هو بداية يعني بيطلع على الطرايد الساعة 8، يفتحوا الزنزانة الساعة 8، بنفطر، بنطلع. طبعا في الأول قبل ما السجن يتفتح ما كناش بنعمل اكتيفيتيز قد كده، يعني أنت آخرك تشوف الشمس تمشي شوية وترجع. فطول الوقت في الزنزانة في الأول كان قاعد تفكر. فأنا قلت لازم أشوف حاجة أعملها. من الحاجات الجميلة جدا يعني نذكره بالخير حسن، هو سافر دلوقتي. حسن كان شخص لطيف كده، عنده عامل كنت مدخل شويه كتب كده، فبعد 3-4 كان تعرف عليك عامل ايه؟ صح بتحب قرايه تمام. اول واحد اداني كتاب في السجن. ايه كان اول كتاب دولة في السجن؟ كنت ده ساعتها ما قريتش جورج اورويل 1984. كان اختيار كويس، دي الروايه الشهيره. وبعد كده في الثانيه مزرعه الحيوان، تمام حلو قوي كده. واستمر الموضوع بدون اي حاجه. عبد الله عامل ايه؟ اتعرفت عليه في التريو بتاع، كان شاب رائد يعني في الموضوع الثقافه، كان شاب لطيف. ودي من الحاجات اللي بدات تفتح نفسي ان انا ابدا افكر في دي. انا دلوقتي عمال بفكر في نفسي طب انا اعمل ايه؟ طب ايه اللي ممكن اعمله في السجن ده؟ وبدات المساله كده. فالقراءه بالنسبه لي كانت مهمه، ممكن ناس تانية في حاجات تانية بيعملوها، لكن دي كانت بدايه انا مش هنساها لحسن يعني. بعد كده بقى مشينا في فكره، وده بدانا نفكر له ان احنا ازاي نتعامل. يعني مثلا بدا يجي ناس كتير فاحنا لازم نشوف حل. نتكلم مع الاداره طبعا. فكره انت تطلب اصلا حاجه لو سمعت انت بتروح تقديم في البدايه. الوضع كان سيء جدا. فمع التخطيط والتمهل ومن الحاجات اللي قضيه كانت قضيه قطع طريق اليوب جات لنا فتره، طبعا هم مرحلهم برضو فساعدونا شويه. هم ما عجبهمش الوضع، هم جايين من طرة ومش عارف منين، فايه اللي انتوا عايشين فيه ده؟ انتوا مستحملين نفسكم ازاي؟ فهم كانوا متحجمين فينا لان احنا كنا قليلين جدا، فبدانا نزيد اضرب في مشاكل في بتاع. فالسجن بدا ايه؟ يفتح 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 يفتح. مع الوقت الطريق وصل ل3 ساعات. طبعا انت احيانا لو بتعمل حاجه او بتذاكر، يعني في الطلبه كانوا بيذاكروا مثلا 6 ساعات كلام من ده. فالوضع اتحسن كتير. عملنا دورات كوره يعني الحمد لله. مش عارف اقول لك ان احنا خدناها 3 مرات على التوالي في الاوضه بتاعتنا. بس فبقى عندنا عنبر واحد، كنا عنبر واحد بقى عنبر 1 و2 و3. بس انت لسه ما كملتليش يومك. هنحكي لك يعني. فيومي كان بعد كده بقى لما يعني في الاول انا كان عبد الله عادي، كنت بقرا، بفكر طبعا في الدنيا وفي الاوضاع. يعني انا بحب افكر كتير يعني. وبقيت مسؤول مطبخ وانا ما بفهمش اي حاجه في المطبخ. والشوف يضيع في العمى والضلمه والاحزان، والخوف يطيح في البشر من قسوه السجان. الناس تخاف بعضها وتخوف السلطان. المطبخ جوه الزنزانه كان بيبقى عامل ازاي؟ المستمعين او المشاهدين مش عارفين يعني ايه مطبخ جوه الزنزانه. هي زنزانه دول نطلع بس عشان نبقى فاهمين. هي اوضه مستطيله فيها حمام وفي يعني واخدين بتاع كده سور صغنن تحت، ده المطبخ.
وانت بقى بتنام كده بس. يعني زنزانه ما فيهاش اي حاجه يعني، مفيش هو فيلا ولا سور حاجه. ومساحه بينه وبين الحيطه، بس هي دي المطبخ. المطبخ جنب الحمام. تمام. الحمام في المطبخ فيه حنفيه وفي سخان سلك كده بتولعه بيسخن. مش سخان بمعنى سخان، بس آه. هو سلكه بيسموه سلك ايه؟ سلك. الستين ولا مش عارف اسمه والله إيه؟ مش فاكر، انا عارف ان هو سلك. هو بيتوصل وبيسخن وتحط عليه الحله. طول ما انت حاطط الحله، لو الحله لمست الكهرباء، لان هو كهربائي يعني، هو صحيح. موصل سوسته. فانت تطبخ وتتكهرب فالموضوع عادي. بس احنا طبعا مع الوقت على فكره بتتعود يعني، تك خلاص مش مشكله، كهرباء صغيره. هو نسخن عليه الخبز وكده، كان مفيد طبعا. دي بس الزنزانه حتى التهويه فيها ضعيفه جدا، لان في حاجه طالعه كده بتشوفها سلك فوق كده ونضاره. وبعد كده قفلوا النضاره عشان كنا بنهرب منها رسائل وحاجات. النضاره هي الفتحه اللي بتكون في باب الزنزانه. النضاره دي الزنزانه فاضل نرب. وشنطك بتعلقها في عصافير بتنزل حبل. العصافير هي الحبل اللي بتنزله من فوق. مفيش اي مكان اصلا تحط فيه حاجه كده غير كده. وطبعا انت قاعد. وطبعا الشنط مش مفهوم الشنط اللي هي بتاعت الظهر. لا لا لا, لا. اكياس. الكياس لو انت راجل بتفهم قوي، بعد كده بتفصل شنطه قماش من الستره، كنت عاملها وكنت عامل لها زي على انت كنت مقفوله. فكنت كانت حلوه يعني، كانت بتشيل بقى. بس بعد كده اخدت وقتي على ما اتعلمتها دي يعني. واللي عاملها لي حتى كان واحد صاحبي يعني جوه. انت ده بتعلق حاجتك، عايز تجيب حاجه بتاع، احيانا الحبل ده بيتقطع بيقع عليك الحاجات، فيقول لك انت هتروح. دي كانت الحاجه تقع عليك يبقى انت هتروح. احدى الخرافات اللي كانت جوه السجن. مره يعني كان لان بيبقى قصدك، بيبقى كنا نايمين كده صف كده وصف كده، فكان مره وقع هنا وقع هنا، قلنا الحمد لله الزنزانه كلها تروح. محدش روح الا بعد 3-4 سنين بقى الناس تمشي يعني. بس يعني هي طرفات الناس بتريح نفسها فيها يعني. هي الفكره كلها ان انت كنا رايحين في الشتاء، فكنا بدأ ما الصيف يدخل الوضع كان صعب جدا. لا وادي النطرون الحر فيه رهيب يعني. انا اكتشفت ان انا بعلم من اماكن انا ما كنتش خايل ان انا اعلم منها يعني. جسمك كله بيعرق كده. انت يعني انا عايز اوصلك للمرحله يعني، ربنا يكون في عون الناس دلوقتي. كنا بناخد دش تطلع تعرق، هتعمل ايه؟ فانت ممكن انا خلاص انا باخد مره او 2 في اليوم. في ناس بتقعد تاخد دش طول يا عم خلاص ما انت هتعرق تاني خلاص. في ناس تقعد بالتيشيرتات. انا مثلا ما كنتش احب اقلع. انا اقلع مثلا في الداخليه ما بحبش انا اقلع. في ناس تلعب علينا حمالات تقلع خالص، يقعدوا كده وحاجه صعبه وروايح بقى وكده. بعد كده بقى الانشطه، عملنا انشطه ثقافيه، عملنا مجله. عبد الرحمن اقترح مجله كده عملناها ثقافيه وبنكتب فيها مقالات وناس تكتب تعليقات تحت. مجله العنبر. يعني على قد ما عرفنا ندوات شعريه، كان معانا ناس كتير بتقول شعر كويس يعني. مين ابرز الناس اللي كانوا بتقول شعر معاك في السجن ولسه فاكرهم؟ والله كان في ناس كتير قوي موهوبه، لكن اللي كان بيعبر عننا كان محسن محمد. صديقي العزيز محسن محمد موجود في بريطانيا دلوقتي. محسن وهيكون احد ضيوف عنبر كله اسمه. لا محسن موهوب، وفي عنده كذا قصيده. عنده قصيده مصائر بتحكي وادي النطرون بشكل سينمائي زي القصيده بتاعت في القدس اللي تمام برغوثي. لا جميله، خصوصا حتى في فكره الملايه. كنا بنستخبى احيانا من الحرس في الملايه عشان ايه؟ هو بيقفل بعد 3 ساعات فنهرب ورا الملايه، فيجمع الناس يدخلهم، فاحنا ايه نهرب 6 ساعات. لكن في السجن برضه عادي. يعني هو لا هو الطريقه اللي احنا بناكل بيها. لا هو محسن. مين تاني من الناس الفنانين او الادباء اللي انت قابلتهم جوه السجن؟ لا هو ناس كتير يعني، انا مش جاي اذكرهم. ومن الحاجات اللي اسعدتني رغم السجن كان سيء في طنطا، ان انا قابلت دكتور حسام البخاري. وهو موسوعه معرفيه جميله. ده يعني حاجه انا عايز اقول لك ان احنا اشتغلنا، ودي حاجه غريبه، ان سجن طنطا رغم سوءه الحاجه المفضله فينا ليه طبعا ان انا بشوف حسام والمكتبه. السجن الوحيد اللي روحته طبعا في السجون بقى فيها مكاتب بس مش متاحه ليك، مش مفتوحه. هو الوحيد اللي كان بيفتح لك يعني انت وللمحكوم، فاحنا كنا محكومين. فكنا وده هو عرضه، قال لي احنا محتاجين نقرا لنجيب محفوظ. قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان هو ممتع، وفي نفس الوقت انا بحاول ان انا استغل الوقت ده. كان بيجي يقعد شهر، كان بيجي من العرب، ربنا يكون في عونه بصراحه، كان بيجي من حاجه صعبه يعني. فحسام بيلتهم الكتب يعني، فبيقول لي انا محتاج افكك دماغ نجيب محفوظ الابداعيه. قلت له جميل، انا دايس معاك،
انا في الادب بحب الادب وقراءه الادب يعني، وكانت تجربه جميله يعني. فكان هو نستلف احنا ايه روايتين، هو ايه يخلص يبدلها لي وانا اديله الثانيه وهكذا. فكانت تجربه جميله. فانا كنت احب يعني اقعد مع الناس اللي زي كده. حسام كنت بتكلم معاه في اي حاجه رغم ان هو مقطوع عن العالم، بيبقى معرفه قديمه او توقعاته واستنتاجاته. شخص فاهم، شخص مثقف وراقي يعني. الله يفك اسره على خير. ربنا يفك اسره يا رب يا رب. فالفنانين في السجن في ناس كتير كانت بترسم. يعني انا شايف ان الفنانين هو اي واحد بيقدر ان هو يدخر الطاقه اللي عنده في حاجه ايجابيه. مين تاني من الناس اللي انت قابلتها جوه السجن ومعلمين في ذاكرتك بشكل كبير؟ يعني انت اعتقلت اول مره، او اللي هي المره اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، من 9 سنوات، 9 سنوات ونص. عمر كبير. انا بالمناسبه اعتقلت معاك في نفس الشهر. انا اعتقلت في يناير 2014. فكل ده يعني العصر الذهبي، في العصر الذهبي للاعتقالات، هي القطفه الاولانيه دي للاسف بسبب شغل الطلاب وغيره. فالناس اللي انت بتقابلهم، في ناس بيبقوا مطبوعين في ذاكرتك يعني. وانا بتكلم معاك دلوقتي افتكرت موقف، انه كان جالي مرض جلدي في السجن بسبب الميه. الميه اللي كانوا بيتوحوا لنا نستحمى بيها. وكان الطبيب جلديه قال لي انه الحل الوحيد ليك انه تلبس قطن بس جوه السجن، ما تلبسش رصوف. انت مع العرق والحاجات دي فالموضوع بيكون صعب خالص، والدنيا كانت حر جدا. فالحل الوحيد انك تلبس قطن، فما فيش قطن. الزيارات مش سامحين يخش لي اي لبس جديد، هو معاه لبس وخلاص وهيتعايش باللبس اللي كان معاه. وكانوا رافضين جدا الموضوع ده. فاتذكر احد الاصدقاء، يعني كان اسمه احمد، مش لازم اقول اسمه كامل، فكان ما عنده طقم قطن زياده، اللي هو بيكون فانيلا من كوتونيل، يعني فانيلا نص كم بيضه، وبنطلون اللي هو بيكون زي البنطلون القماش يعني، لكن قطن. فكان عنده 2 بس، فهو كان معاه واحد بيلبسه واللي بيبدل فيه، فاداني التاني وكان لسه بكسته يعني لسه جديد. فده موقف مثلا لا تنساه من الناس. فانت مين الناس اللي مش قادر تنساهم جوه السجن، سواء انه للاسف ما زالوا جوه السجن او خرجوا ربنا انعم عليهم بالحريه، او ربنا انعم عليهم حتى بالحريه الكبرى وخرجوا من مصر يعني؟ هو السؤال ده بالنسبه لي انا بالذات يعني هيبقى صعب شويه، لان انا شايف ان كل الناس اللي في السجن نموذج بشكل او باخر. يعني انا فكره ان انا اقول فلان، طبعا مع عبد الله يعني قرب من القلب او يعني التآلف ده شيء مش بايدك، كل واحد بيميل للنفوس اللي بتشبهه يعني. لكن انا شايف ان اغلبيه الناس بشكل كبير يعني انماذج مختلفه، خصوصا ان احنا تنوعنا كان جميل. في ناس انا كنت اعرفها دول يعتبروا عيلتي يعني، انا صحابي دول خصوصا من المنصوره، ودي نماذج كتير جدا كانوا. انا شايف ان شباب جزء منهم خصوصا للجامعي مش عشان هم في الجامعه، لا كانوا كوادر في السجن. بعد كده هم بقوا مسؤولين في السجن، مسيرين، بيعملوا الانشطه، بيبتكروا الحاجات. فطبعا في اللي بيبقى مسؤول اوضه مثلا، مسؤول ثقافي، مسؤول كتير، لكن الروح نفسها العامه طول ما هي موجوده ده شيء انا دايما كنت بنظر له نظره اعجاب. التقيت ايضا باحد اصدقاء عمري انا، احمد عماد البرعي واخرين. لكن احمد لانه للاسف هو ما زال جوه السجن. احمد رفيق قضيتي وزميل لي في السجن، ومن الرحله من اولها يعني. انا دخلت قبله بايام، فهو دخل عليا، لكن احنا اصدقاء من 2002 مثلا. ما شاء الله. من واحنا اطفال يعني. عشره عمر يا راجل. من عشره عمر كبيره قوي يعني صديق الطفوله لحد السجن. لغايه السجن كنا بنشوف بعض بشكل دوري يعني، رغم ان هو كان ازهر وانا كنت تعليم عام. واحمد من اعز الاصدقاء، انا دايما بذكره، دايما في اي مكان اروح لازم اذكر احمد بالخير. جميل. احمد محكوم بالمؤبد ومرفوض النقض بتاعه، فالحكم بات، وكان اعتقل وعنده 19 سنه، فالان عمره داخل على 29 سنه، وما زال قيد الحبس يعني، او قيد الاعتقال. ربنا يفك اسره على خير.
والشوق يضيع في العمى والضلمة والأحزان، والخوف يطيح في البشر من قسوة السجان. الناس تخاف بعضها وتخوف السلطان.